بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل كده ما نبدأ الفيديو الجميل ده نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك. طبعا انا عملنا روتين يا حبايبي من اول اليوم لحد ما نزلت عند الطيور، بس قلت ان انا ابدأ الروتين الاول الغسيل عشان ابدأ كده ايه بعد ما اخلص ان شاء الله، وقوم جايه نازله بقى عند الطيور زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش عندنا غساله اوتوماتيك يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، لا احنا عندنا غساله برميل. مش هكدب عليكم يعني، مش عندي غساله يعني بطلع ديت مثلا عشان اصور بيها ومش عارفه ايه. لا والله يا جماعه احنا مش عندنا غساله اوتوماتيك خالص نهائي، احنا لسه ما جبناهاش. لا بس انا برتاح في الغساله ديت، حتى لو الاوتوماتيك اجت برضو انا برتاح في دي بتنظف وجميله جدا في غسيلها وتنظيفها وكل حاجه، يعني ما اكدبش عليكم دي بتنظف جدا جدا جدا. يعني اكتريه الناس اللي انا عارفاها عندها غساله برميل، رغم ان انا رحت عندهم بقول لهم طب انتم مش غيرتوا ليه؟ يعني المفروض تغيروا زي ما انتوا يعني. قالوا لا احنا مش غيرناها يا سوير، احنا حابين الغساله البرميل ديت بطريقه رهيبه عندنا. يعني لو حتى جبنا الاوتوماتيك ممكن مش هتنضف زي ديت، انما ديت لها تنظيف ولها وضع تاني غير التانية بتلف كده وتيجي كده، انما ديت سريعة. بنحط فيها كبرتاية، بنحط فيها اي حاجة بنشغلها بصي بسم الله ما شاء الله نظيفة جدا جدا يا سهير. قلت لها بصراحة انا ما غيرتهاش، جات ما احنا شايفينك على اليوتيوب واللي انت ما غيرتهاش اصلا واللي انت شغالة بها على طول. قلت لها والله انا ما غيرتها. انا حباها جدا يعني، حتى اخواتي قالوا لي يا سهير احنا عايزين نجيب لك غسالة اوتوماتيك. بصراحة ادوني الفلوس بس انا ما جبت حاجات تانية غير الغسالة. قالوا طب غيرها يا بنتي، قلت لهم لا انا حابة حابة البرميل. الغسالة البرميل ده جميلة، انا حباها في غسيلها وتنظيفها وفي كل حاجة كده. عشان بغسل فيها الكبرتاية، بغسل فيها لو بطانية صغيرة كده يعني ايه حسب، مش بتكون كبيرة طبعا لا، يعني تبقى صغيرة كده اللي انا افرشها في اي مكان برضو بغسلها فيها. اي حاجة مهما كان بغسلها فيها. دفاية، المهم هي الغسالة الاوتوماتيك ديت ماشية في كل حاجة، في اي غسيل ماشية مش بتقول لا. حتى لو هي عايزة سير وعايزة تشحم عايزة أي حاجة بوديها واحد جارنا برضو فاتح في محل كده كهربائي، بوديها له بظبطها وقوم جايبها على طول. بس هي غسيلها حلو خالص والله يا جماعة، وتنظيف جدا جدا جدا. طبعا لميت الغسيل ده كلهته النهارده وقلت لنا اغسله، وبعد ما اخلص الغسيل المعتبر اللي انتوا شايفينه ده هقوم نازله بقى تحت عند الطيور برضو اعمل هناك روتين. ما هو الروتين ماسك بعضه النهارده، انا حبيت ان انا امسك الروتين مع غسيل يبقى ايه كله هيتا هيبقى فيديو واحد يعني ايه. بس بصراحه انا تعبت جدا جدا النهارده وربنا جواني برضو. خلصت روتين الغسيل وخلصت روتين برضو الكنيسه عند الطيور. بدأت بقى بعد ما خلصت الملابس كل لقيتها غسيل، طلعت بقى ايه البلكونات. دي بلكونة شقة اخويا صبحي، يعني بدل ما اطلع فوق على السور وكده هيبقى فوق التالت وكده، لا انا قصرت الموضوع ونشرت في التالت. باخد جزازة المية دي في اي غسيل معايا، ببدأ بقى ان انا اغسل الحبال من تراب من اي حاجة ماسكة على الحبال. المهم انا بغسلها غسلة معتبرة كده عشان ديت فلنات بيضة، ما ينفعش ان انا انشر كده، ما ينفعش ان انا اسيب الحبال اللي يكون عليهم اي حاجة وحشة تراب اي حاجة لازقة على الحبال. هي في الحالتين برضو لازم تتغسل غسلة معتبرة كده يا جماعة. طلعت شقة صبح اخويا الاول قلت ان انا انشر فيها، وبعد كده بقى ايه انشر في اي بلكونة تانية برضو، بس انا ببدأ بالابيض الاول. الملابس البيضة اللي انتوا شايفينها دي الفرنات دي بتاعت اخويا السيد، ببدأ بها الاول كده، وبعد كده ايه الالوان بقى هتبقى كلها ورا بعضها. بس كان بصراحة كان يوم جميل جدا جدا، والدنيا حر النهاردة بطريقة رهيبة. انا خلصت الغسيل جرابات الظهر عشان انا جاية بدري للغسيل برضو، خلصت جرابات الظهر وبدأت بقى نشير الظهر وهو بأذن يعني. يا دوبك الظهر بأذن كده اول الله اكبر، وبعدين لقيت بقى اللي انا بنشر. بس بصراحة كان الجو حر بطريقة رهيبة رهيبة ما تقولوش، والمكان ده الشمسة ديت جاية في البلكونة ديت بطريقة رهيبة. أنا كنت بتمنى أخلص بسرعة وأنزل، حتى أمي برضو قالت لي يا سارة مش ضروري تنشري دلوقتي هتتعبي الشمس يا بنت عليكي. قلت لها مش مشكلة، طب حط حاجة على دماغك. بصراحة أنا كنت هحط أي تيشيرت من بتاع السيد بس أنا مرضتش، قلت لا مش مشكلة ربنا يسهلها على طول، وكده كده هنشر على طول وهنزل مش مشكلة. الجو كان حر بطريقة رهيبة النهاردة يعني. الشمس كانت فظيعة 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 يعني، مش كان ولا هوا ولا أي حاجة. طبعا احنا في الصيف كل سنة وانتم طيبين كده، يعني ايه الجو كده كده حر. رغم ان احنا لسه ما دخلناش في الجيالة بس بدأ الجو حر من الصبح. قلت حلو اللي هو حر اصلا عشان ايه الملابس تنشف على طول، رغم ان انا تعبت في الشمس بس مش مشكلة.
ايه يعني هو انا يعني افضل في الشمس على طول؟ مش مشكله، فضلت ساعه فضلت اقل، بس المهم انا نشرت الملابس وقمت جايه نازله بقى. بس قبل ما انزل بدات بقى اللي انا ايه، طلعت الملابس كلها فوق، كلها، اللي انا مش انزل اجيب الملابس ديت لا، واطلع اشيل مثلا الحله دي، اشيل مثلا الجردل ده، لا طلعته كلهته مره واحده. حطيت في شقه اخويا وليد برضو، وحطيت في شقه اخويا صبحي. المهم ايه، البلكونات اللي هي الفاضيه اللي انا بستخدمها في الشمس. الشمس اهم حاجه، مش كل البلكونات بيجي عليها شمس يا جماعه، لا، في بلكونات بيجي عليها شمسه كده، وفي بلكونات ما بيجيش عليها شمسه خالص طول الصيف. يعني طول الصيف الشمس بتتدور تيجي اليمه ديت، انما ديت لا. طلعت بقى في اليمه اللي فيها الشمسه، وقلت لا انا انشر بقى فيها الغسيل كلهته، عشان انا مش ممكن ابيت الملابس وممكن مش ابيته، يعني حسب الايه، الجو لو حر زياده عن اللزوم ونشف بطلع المهم، مش حر يعني كده اقوم جايه سايباهم، حسب يعني ايه، حسب ما انا اسيبهم يعني. ممكن اسيبهم يباتوا برضو على الحبل، وتاني يوم المهم عادي، سوا حر سوا مش حر، ممكن اسيبهم برضو لو انا فاضيه هطلع المهم. بس النهارده انا مش طلعت لميتهم لسبب، ليه، نشرهم اذان الظهر ومش ينفع ان انا اطلع، سبتهم كده براحتهم بقى ايه، ياخدوا شمسه النهارده وياخدوا شمسه بكره، وان شاء الله بكره برضو على العصر كده، بعد العصر هقوم جايه برضو طالعه بقى لماهم. واحلى غسيل النهارده عملناه، واحلى روتين. غسيل معتبر ربنا سهلها على طول. وبعدين انا عندي روتين ببدأ من الصبح، يعني بقوم بدري، مش بفضل لجرابات الظهر ولا بفضل للعصر، لا بقوم بدري للغسيل، بالذات الغسيل يا جماعة، اي روتين عندي بصراحة بقوم بدري عليه. اهو شفتوا، بسم الله ما شاء الله، ادي الملابس اهيت. انا حبيت اصور لكم بس كده ايه دولي، وبعد كده بقى ايه، نزلت تحت، انا كملت الغسيل، كملت النشير عند اخويا وليد، ونزلت بقى عند الطيور. بس بصراحة يعني ايه، كان حبة غسيل زي العسل، شفت عاملين ازاي. رس نشرتهم نشرة معتبرة كده. نزلنا بقى عندنا، طبعا احنا عندنا وز وعندنا بط وعندنا بط صغير برضو، بس بسم الله ما شاء الله كان زي العسل. عملت روتين برضو عند الطيور المكان ده يا جماعة. طبعا هو في طوالة، عشان كنا بنجيب مواشي قبل كده وابويا موجود الله يرحمه، وطبعا ابويا توفى، ما ينفعش اللي احنا نجيب تاني، مش هنلاقي حد يعني ايه يعلفهم ويجيب ويودي والكلام اللي انتوا عارفينه كده. قلت استخدم بقى الاوضه الظريفه اللي انتوا شايفينها ديت، هي مش دي اوضه يا جماعه، انا بقول عليها اوضه بس هي مش اوضه، هي زريبه على فكره. بس انا بقى ايه، وهي متبربخه ونظيفه جدا جدا، انا حطيت بقى فيها البوكسه ديت، وبرمي الفاضي بحطه، بجيب اي حاجه بحطها في الطواله ديت، بستخدمها لاي حاجات، يعني في خشب في اي حاجه بلمها من البيت، من عند الفرن بجيبها احطها فيه. وبجيب الفراخ البيضة بربها في المكان ده، بجيب البط بتربى في المكان ده برضه، يعني في الحالتين هو المكان ده نافعنا في كل حاجة، سوا طيور سوا اي حاجة، هو المكان واسع وبسم الله ما شاء الله، ربنا يديمها نعمة. يعني واسع لأي حاجة، طيور هتلقاها فيها، لو اي حاجة مهما كان حطها برضو في المكان ده. والسلم ده طبعا احنا بنحطه على الزريبه ديت، ونطلع نجيب جش عشان نشوي في الفرن، الجش الفلاحي البلدي اللي انتم متابعينا عليه، واللي احنا بنشوي فيه على طول. والجش ده كلهاته احنا بنلمه، واسيبه اللي احنا ايه نقدح به العرس ساعة شوية السمك كده، بلم الجش ده كلهاته مش برميه، ما ينفعش يتحط في الزبالة، عشان بتوع الزبالة اصلا ما باخدهمش. بلم بس التراب، بلم اي حاجة شينة كده، زبالة شينة يعني تقوم ايه محطوطة في الاشكار عشان اطلعها بره. اهو شفتوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، نظفت المكان وزي السكر، وادي الفرن اهوت والكانون، والمكان واسع وزي العسل. المكان ده مكشوف يا جماعه، مفيش الا الحته المعروشه اللي فوق الفرن بس، والمكان ده كله مش معروش، بين الزريبه وبين الفرن مش معروش. تلاقي الشمس بقى نزلت في المكان ده، بتبقى الدنيا نار بطريقه رهيبه. عملت فيها روتين برضو. المهم في الحالتين المكان ده يبقى نظيف، عشان الطيور برضو، مش عشان احنا قاعدين فوق، لا قاعدين فوق وقاعدين تحت، المكان يبقى نظيف، مش بسيبها وسخ ابدا. ليه؟ بفضل نظيف كده على طول، عشان يبقى عند الطيور نظيف برضو، ولا يبقى فيه دبان ولا يبقى فيه اي حاجه، يبقى المكان نظيف. وطبعا الجنو ده يا جماعه بتباع في السوق، بتبقى بدها الجنو ده بيبقى شايل بلح كده في النخل، الناس بتبقى تقطعه كده ويجي يبيعوه في السوق. احنا من النوع اللي احنا بنشتريه، اي واحده بتبيع في السوق عادي بنشتري منها الجنو ده، وعشان نكنس المكان اللي انتوا شايفينه ده ما ينفعش مجشه، وما ينفعش اي حاجه من النعمه ديت، لا هي عايزه جنو، بالذات الارضيه اللي هي بتبقى طينه ديت عايزه جنو.
طبعا لميت المكان كله اهو شفته. جبت الشكاره ديت، طبعا احنا كنا بنجيب الشكاير ديت في العلف لما كان عندنا فراخ وكده، وعب فيها الزباله كلها. وطبعا عربيه الزباله بتيجي بقى يوم في الاسبوع قدام البيت كده. بطلع بقى الشكاره ديت على بيات وبيجي ياخدوها، سواء احنا سواء اي حد مهما كان بنطلعها بقى ايه. وبيجي ياخدوها على طول، مش بتغيب. انا بعرف ميعادهم، بطلعها قبل ما يجوا بيوم عشان ما تفضلش برضو حد يقول دي ايه اللي جايب، دي حاططها، دي مش عارفه ايه. مش عايزين برضو ايه حد يتكلم، رغم ان هي محطوطه في مكان مش قدام بيت حد، بس برضو انا ما بحبش اطلع الشكاره لما هم ايه يكونوا موجودين وكده. بسم الله ما شاء الله. طبعا الاوضه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه ديت حاطين فيها البط الصغير اللي كان طالع قبل كده اهوت. طالقاه فيها عامه ليه؟ عشان انا بحب المكان الواسع على البط. البط لو اتحبس مش بيكبر، البط لازم يجري ويكون مكان شمسة ويكون مكان هوا. بس بسم الله ما شاء الله، المكان ده بحبسه فيه في الزريبه ديت، بدخله فيه كلته. لما يكون الشمس نازله بطريقه رهيبه زي ما انتم شايفين كده، ما اقدرش اطلقهم في وسط البيت عشان ما ياخدوش الشمس ويسهلوا. خلي بالكم يعني. لا، بنحطها في المكان دي واقوم جاي اقفل عليهم بقى. هو بنور لهم اللنده عشان المكان ده اصلا ما ينفعش اقفل عليهم الباب عشان الضلمه، رغم لا في شباك، بس بنور لهم اللنده. اول ما طلعوا طلقناهم الاول في البوكسه دي لما كبروا شويه، وبعد كده طلقتهم في الاوضه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. وانا بطلع بقى ذكر البطه اهوت والوزه المهم ما يفضلش معاهم يعني اهو. ده العلف الناعمه اهوت، وهملى لهم السجيه برضو ميه واحطها. المهم انا خليت لهم المكان تحفه كده وجميل جدا، ما فيش حاجه تفضل فيها زباله، ويبقى المكان نظيف. بسم الله ما شاء الله اهو. ادي السجيه اهيت، حطها برضو على حاجه عاليه كده، سوا قلب طوب، سوا حته خشبه عاليه كده. المهم ايه، في الحالتين هو لازم تبقى السجيه عاليه عن البط. انا لو شايفه مكان حاجه تانية غير السجاد دي كنت هجيبها. بيبقى في ناس يقصوا ايه جيركن كده نصين ويحطوا فيه، بس انا مش كان عندي جراكن اللي احنا نقصها كده او نقطعها كده زي ما الناس بتبقى تقول بتقطعوها يا سهير ويحطوا فيها مي. لا، انا كان عندي السجاد عشان كان عندي فراخ وكده وجبتها بقى حطيت فيها ميه اهوت وحطيت لهم يشربوا. وده الفرن اهو والكانون، والمكان تحفه. واحلى روتين عملناه في الريف المصري الجميل النهارده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. شفتوا الوزه بتاعنا؟ شوفوا الوز بتاعنا والبط بتاعنا حلو ازاي اهو. عملنا روتين عند الغسيل، وعملنا روتين عند الطيور، واحلى يوم النهارده كان جميل جدا وتحفه. بسم الله ما شاء الله. بوري لكم بس كل حاجه على الطبيعه كده، بوريكم الارياف وجو الارياف، وما فيش احسن من الارياف يا جماعه بصراحه. جو جميل جدا وهادي وحلو، كانت ايام جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. والنهارده كان يوم جميل جدا جدا جدا. ضل باللاص يا جماعه وجبنا حدق. خلي بالكم انا بوريكم بس كل حاجه اهو. ضل باللاص وجبنا حدق، حطينا العجله ديت كده وحطينا البلاص فيه وحبه قش تحت منه عشان ما يقعش. بسم الله ما شاء الله. يعني ايه في الحالتين يبقى ايه، يبقى حلو كده يعني اهو. ده الذكر والبطه برضه بط البلدي.